لو انت عايز السيشن بتاعتك تبقى دمها خفيف جدا وروحها حلوه عند الطلبه، تعالى اقول لك على شويه العاب كده بيخلوا الدنيا جميله قوي في السيشن. آه اللعبه دي اسمها زاج فيدا يا نوخ ناين auf Deutsch. يعني لا تقول لي يا، لا تقول لي ايوه، ولا تقول لي نعم في السيشن. بنعملها ازاي؟ بنجيب ولد بيبقى موجود قدام الكلاسة وبنحدد وقت معين، والوقت المعين دوت يمكن دقيقة دقيقتين ثلاثة على حسب وقت السيشن عندك. وبعدين بيبدأوا الطلبة يسألوه ماكس دو بيتزا، فيقول لهم nicht wirklich أو natürlich أو keinesfalls genau، الحاجات اللي هي ما فيهاش فيها يا او ناين. طيب اللعبه دي بتعمل ايه؟ اللعبه دي بتخلي كل واحد عنده احساس ان هو مش بس لازم يجاوب بيا وناين، او ان هو يدور على حاجات تانية زياده عن يا وناين. كمان بتخلي الطلبه يعني متحفزين جدا ان هم يخلوه في خلال الدقيقه ولا الدقيقتين اللي انت محددهم ان هو يقول يا ولا ناين. اللعبه دي انا شخصيا لعبتها ودايما بيكون دمها خفيف جدا حتى في الرحلات يعني. حتى لو انت عايز تعملها في الباوزة عندك وتخلي الطلبة يتكلموا ألماني، فده بتبقى دمها خفيف. ازاي؟ انت بتديهم يعني كارت او كوبون او حاجة، وكل واحد وهم في الباوزة بيقعدوا يدردشوا مع بعض كده، وما تعرفش مين اللي معاه الكوبون ده او مين اللي معاه الكارت. وبعدين هو يسأل التاني hast du die Hausaufgabe heute gemacht؟ فالتاني يقول له يا ich habe die Hausaufgabe gemacht، فخلاص خد الكارت معاك. لحد ما نشوف بعد الباوزه كلها مين اللي الكارت بقت معاه في خلال الوقت دهوت، فهو اللي يبقى عليه اشتخافه ويبقى عليه غرامه او ايا ما كان الحاجه دي. فبتبقى لذيذه جدا والناس كلها بتبقى مبسوطه وفي روح حلوه كده حتى لو انت عايز تستغل الباوزه بتتعمل بطريقه جميله. طبعا لو فيها اكتيفيتيت في السيشن فده بتبقى رائع جدا. هتلاقي في التعليق الاولاني حاطط لك الجروبس بتاعت الواتساب، وكمان التليجرام بنحط عليها شويه انشطه وشويه حاجات تفاعليه رائعه جدا، والكتب اللي ليها علاقه بالشبيله ام unterricht. تشوس، auf Wiedersehen.